بص الورقة دي هي اللي بتحكم العالم. عمرك سألت هو ليه الدولار هو المسيطر على العالم كله؟ القصة مش في أمريكا ولا ورق مطبوع وخلاص. تعال أوريك اللعبة بدأت منين. اللعبة بدأت من هنا سنة 1940. وقت الحرب العالمية أوروبا كانت بتتحرق وكل حاجة بتتباع عشان الحرب، وأمريكا كانت المخزن تاخد ذهب وتدي سلاح وأكل لحد ما بقى عندها أغلب ذهب العالم. وبعدها ب4 سنين سنة 1944 الحرب لسه شغالة، بس القرار اتاخد. قالوا للعالم سيبوا الذهب وخدوا دولار. أمريكا معاها 80% من ذهب العالم. عملت اجتماع مع 44 مندوب وقالت لهم اركنوا الذهب بتاعكم على جنب، الدولار بتاعي هو الذهب الجديد. ومن اللحظة دي الميزان اتوازن. العالم بدأ يصدق إن الورق زي الذهب بالظبط. ومن هنا اللعبة دخلت مرحلة أخطر. بس في سنة 71 اللعبة باظت خلاص. أمريكا طبعت دولارات أكتر بكتير من الذهب اللي عندها بسبب حرب فيتنام، والدول بدأت تقلق وعايزة ذهبها. فرنسا بعتت سفن محملة بالدولارات لأمريكا وقالت لهم مش عايزين ورق بقى، هاتوا الذهب بتاعنا. ودول تانية كتير عملت زي فرنسا، والذهب بتاع أمريكا بدأ يخلص. فطلع نيكسون وقال جملته الشهيرة: I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. مفيش ذهب خلاص. الدولار دلوقتي قيمته في قوة أمريكا بس. العالم كله اتصدم. الدولار بقى ورق ملوش لازمة. الدولار بدأ ينهار، وفوق ده كله العرب قطعوا البترول عن أمريكا في حرب أكتوبر 73. أمريكا لقت نفسها في ورطة كبيرة. العملة بتنهار والطاقة أصلا مقطوعة ومفيش بنزين. كان لازم حل ينقذ الموقف، وهنا ظهر هنري كيسنجر. جدة 1974. هنا اتولدت كلمة بيترو دولار. أمريكا راحت للسعودية أكبر منتج بترول وعرضت صفقة العملة. احنا هنضمن أمنكم للأبد في مقابل إنكم تبيعوا البترول بالدولار بس، وأي حد في العالم عايز يشتري بترول لازم يشتري دولار الأول. الدولار ما بقاش مربوط بالذهب، بقى مربوط بالبترول. الصفقة دي خلت العالم كله مجبر يفضل محتاج للدولار عشان مفيش حياة من غير بترول. أمريكا بقت تطبع الورق والعالم يديها مكانه أي حاجة تحتاجها. عشان كده أمريكا بتسيطر على أي حد بكلمة عقوبات. لو منعنا عنك الدولار مش هتعرف تشتري نقطة زيت واحدة. الدولار ما بقاش متغطى بالذهب، بقى متغطى بالبترول والسلاح. الدولار دلوقتي مش مجرد عملة، ده سيستم إجباري متغطي بالبترول هو الأساس. يعني من الآخر العرب هم اللي في إيديهم قوة العالم كله، مش أمريكا. وانتوا شايفين دلوقتي اقتصاد العالم بيتغير ازاي بسبب عدم تصدير البترول. بس طول ما الدولار مربوط بالبترول الدولار هيفضل مسيطر.